كنت بدور على محل علشان أجره وأحط فيه البضاعة بتاعتي. البضاعة دي كانت عبارة عن إكسسوارات ولعب أطفال وحاجات كده يعني، فكنت عايز محل مثلا يكون مساحته مثلا 40 متر 50 متر كده في الحدود دي. قعدت أدور كتير جدا، لكن طبعا لقيت الأسعار صعبة، مش هينفع إن أنا أقدر ألتزم بيها يعني. المهم واحد من أصحابي كلمني وقال لي في محل في حتة كويسة جدا، بس هو المشكلة إن المول ده قديم شوية، ومش مول ولا حاجة، هو سوق تجاري يعني. السوق التجاري ده قديم شوية، والمحلات اللي فيه كلها مستهلكة والسباكة بايظة، والدنيا يعني مش حلوة خالص هناك في البنية التحتية، ولكن المحل رخيص وهتقدر تحط فيه حاجتك. وبعدين الواجهة اللي انت هتاخدها ملهاش علاقة بالجنب الوحش، يعني المحل هيبص على الشارع، والواجهة بتاعت الشارع دي متشطبة ومتوضبة كويس. فأنا طبعا فرحت جدا ورحت أتفرج عليه. لما وصلت هناك لقيت المكان كله عبارة عن ناس كبار في السن، يعني كل المحلات اللي موجودة في المجمع التجاري ده كلها ناس كبار في السن. مفيش حد مثلا يعني تلاتينات 35، كله فوق ال50 60 70. كلها بقى ناس بقى بتبيع أدوات صحية، أدوات كهربائية، حاجات بقى من النوع ده. اتفرجت على المحل لقيته كويس جدا، الواجهة بتاعته على الشارع حلوة جدا، واللي هيجي من بره مش هيشوف اللخبطة اللي في المجمع ده. طبعًا إيه هي بقى اللخبطة دي؟ لمّا تلِف كده من ضهر المجمّع أو المحلات، تلاقي مواسير الصرف ظاهرة من برّه، الحيطة واقعة بشكل صعب جدًا، الإبراز بتجري وسط الفتحات اللي موجودة في الحيطة. يعني طبعًا مش أي حد يرضى يقعد في مكان زي ده، ولكن طبعًا أنا كنت عايز أوفّر بأي طريقة وفي نفس الوقت أحقق اللي أنا عايزه. المهم اتفقت مع صاحب المكان اللي كان شكله غريب جدًا، كان راجل كده تحس إن هو ما تفهمش سِنُّه قد إيه، يعني أمّا تبُص في وشه كده ما تفهمش هو شاب والّا راجل كبير والّا عجوز والّا. مضى معايا العقد وإحنا اتفقنا على 6 شهور، قُلت بلاش حكاية السَنة دي ولا السنتين علشان ما اتورّطش. بعد ما مضيت العقد بدأت أجيب الحاجة بتاعتي. يوم نقل البضاعة كان غريب شوية، لإن المكان الناس فيه ما حدش متعاون خالص. يعني مثلًا كنا محتاجين سلِّم عالي عشان نصلّح بعض الحاجات كده ونفتح باب المكان، لإنه ما كانش بيتفتح بسهولة، كان في مشكلة في في القفل بتاعه من فوق. ما حدش راضي يسلّفنا خالص. أروح أسأل ده مثلًا عايز سلِّم، أول ما يشوفني كده أقول له المحل ده، يقول لي: "لا، لا، لا، ما عنديش." وشُفت واحد حاطط سلِّم جوّه عنده وما رضيش يدّيه لي. استغربت جدًا، قُلت بقى ده إحنا كده من أولها باينة إنها البداية مش حلوة كده، الناس مش متعاونة يعني ليه كده؟ بدأوا العمال ينقلوا الحاجة، وبدأوا يحطّوا بقى الحاجات بقى، كنت حاططها في شويلة كده، لإن كانت في حاجات صغيّرة وفي حاجات كبيرة. حاجات صغيّرة كنا حاطّينها في شويلة، والحاجات الكبيرة كنا مغلّفينها بكراتين. قعدوا يرصوا الحاجة في حتّة بقى في المحل كده، يعني بتخش جوّه أوضة كده، بس الأوضة دي مش أوضة، لأ ده أنت لازم توطّي عشان تدخل جواها يعني، مش أوضة باب، لأ هي زي ما تقول كده صندرة أو مخزن، هي مش أوضة أصلًا. يعني حتّى هي جوّه الارتفاع بتاعها تقريبًا متر و20 متر و30، ما تقدرش تُقف وأنت جواها، بس هي معمولة بقى عشان تخزّن فيها بضاعة وكده. المهم واحد من العمّال قُلت له دخّل لي بقى الكراتين دي جواها، في حاجات كده ما كنتش هارُصّها غير بعد فترة، يعني بضاعة كانت قديمة وهارجع أبيعها تاني بعد فترة يعني، فما كنتش عايز أرُصّها في الأول، خلّيها بعدين يعني. فقُلت لعامل من العمّال يدخّلها لي جوّه البتاعة اللي هي السرداب اللي قُلت لكم عليه ده. العامل دخل جوّه، وبعدين لمّا طلع كان على وشه ملامح رعب غير عادية. فباقول له: "مالك في إيه؟" قال لي: "أصل لمّا دخلت جوّه شُفت حضرتك واقف." فطبعًا أنا قُلت له هو أصلًا أنا ما ينفعش أقف جوّه، لإن السقف ارتفاعه متر و30 أو متر و20 يعني، مش هينفع أقف. فشُفتني إزاي؟ بيقول لي: "أنا ما أعرفش، أنا دخلت حطيت الصندوق جوّه، لقيت حضرتك واقف جوّه وبتضحك." قُلت ده باين عليه بيخرّف ده والّا إيه. رصّوا الحاجة كلّها، وكان بقى فاضل لسه دُفعة تانية من البضاعة هتيجي تاني يوم، لإن مش كلّها قدرت أجيبها في نفس اليوم يعني. المهم بعد ما العمال مشيت قعدت أبُص على المكان كده، حسيت إن هو شكله لذيذ كده ودمه خفيف وعين واجهة على الشارع وبتاع. هو مشكلته كلّها ضهر المكان، في باب بقى بيدخّلك بقى على على ضهر المجمّع التجاري ده، والحيطان بقى الخربانة، وبتفتح الباب كده تلاقي الإبراز بتجري من تحت، وحاجة صعبة خالص يعني. مشي الحال على كده وأنا قُلت يالّا تمام التمام، ما فيش مشكلة. بدأت بقى أجيب البضاعة اللي هي النُص التاني بتاعها تاني يوم، العربية النقل جات،
وكان معاها 2 عمال لأنها كانت بضاعة قليلة، كانت كلها عبارة عن شويلة، فجم 2 عمال بس هم اللي هينزلوها يعني. المحل كان فيه مشكلة في الباب بتاعه دايما بتحصل بعد ما تفتح الباب، يعني انت فتحت الباب، البتاع بقى اللي هو الشاتر ده بيطلع فوق كده وتلاقيه فجأة بيقع تاني لوحده. خطر جدا، ممكن يقع على دماغ حد يموته. فالمهم جبت حد من الناس اللي هي بتفهم في الشاترز، لان هو كان ما كانش حديد، لا ده كان شاتر، عارفين الشاتر اللي هو بتاع الشبابيك ده. المهم جبت واحد يفهم فيهم يعني، وبص عليه كده قال لي ده محتاج ما اعرفش ايه، وكان شاتر يدوي كمان مش شاتر الكتروني. قال لي ده محتاج شويه حاجات واكسات وحاجات كده وهتتصلح يعني مفيش مشكله. قلت له تمام. قال لي بس انا مش هقدر اعمله النهارده، هعمله بكره ان شاء الله. قلت له مفيش مشكله. رصينا الحاجه في المكان، والاتنين العمال الموجودين قعدوا يتغدوا معايا، وبعد ما خلصنا غدا لقيت واحد منهم بيقول لي ان هو داخل المحل كان شايف ان المحل فاضي مفيهوش حد جوه خالص. فاستغربت، قلت له ما احنا يمكن كنا قافلين الشطر. قال لي لا حضرتك كنت قافل الباب الازاز. بيقول لي لما دخلت لقيتك قاعد ولقيت البضاعه، وانا استغربت جدا يعني من الكلمه دي. قلت له يعني انت ما شفتش حاجه خالص؟ الازاز ما كانش مبين، يمكن الشمس كانت عاكسه على الازاز ولا كده. بيقول لي يا باشا بقول لك المحل كان فاضي وانا واقف على الباب. المهم انا طنشت كلامه وخلصوا غدا ومشوا، وبدات بقى انا ارتب بقى البضاعه، وبدات بقى اركب الرفوف بتاعتي اللي هحط عليها الحاجه. كان معايا شنطه عده المفروض ان انا حاططها في العربيه بتاعتي. لما طلعت ما لقيتهاش، فكده عرفت ان انا مش هعرف اعمل حاجه النهارده. قلت اعمل ايه بقى؟ قلت افتح البضاعه وابدا كده افرزها واشوف احط ده فين وده فين، وهجهزه بحيث ان انا لما اجي تاني يوم احط الحاجه في المكان اللي انا رتبت ان انا احطها فيه. المهم قعدت اطلع الحاجه، خرجت بقى اول شوال كده، قعدت اطلع الاكياس اللي فيه وارصها على الارض كده، واجمع كل مجموعه مع بعضيها بحيث المجموعه دي هتتحط على الرف اللي هيكون هنا، المجموعه دي هتتحط على الرف اللي هيكون هنا. طبعا حسيت كده ان المكان في حاجه مش لطيفه كده، في ريحه بتظهر كل شويه كده وتختفي، ريحه وحشه قوي. فانا قلت يمكن دي الصرف الصحي، بس هي ما كانتش ريحه صرف صحي، هي كانت ريحه كده عامله زي ريحه الشياط، ريحه حاجه محروقه. المهم بدأت أفك الحاجة ورصصتها كده وخليتها على الأرض كده وجهزتها في مجموعات، وبقت الساعة ساعتها 8 بالليل. قلت بقى أروح وأجي بدري بكرة تاني يوم عشان أشتغل من بدري. رحت قافل الباب بتاع المحل وظبطت القفل ورحت ماشي. روحت البيت، قعدت كده أرتب أشوف أروح الصبح بدري ولا أروح الظهر ولا أعمل إيه. المهم رحت في النوم ورحت قايم الساعة 8 الصبح كده، واخد شنطة العدة بتاعتي وطالع على هناك. لما دخلت المحل اتفاجئت بحاجة غريبة جدا، لقيت البضاعة جوه الشويلة. طبعا كانت حاجة غريبة جدا لأن أنا قعدت أفرز فيها وقت طويل، ممكن نقول ساعة ونص أو ساعتين. مش معقولة يكونوا الساعة ونص أو الساعتين دول يعني بيتهيألي. رحت بقى ماسك الشويلة ومنزلها تاني وفارز الحاجة تمام التمام، وبدأت بقى أركب الرفوف. وبعد ما ركبت الرفوف قعدت أرص الحاجة. فضلت أشتغل كده من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2 الظهر تقريبا، لحد ما بقيتش قادر. فقلت بقى أنا محتاج أجيب أكل. رحت طالع بره المحل كده، قعدت أسأل الناس اللي حواليا، محدش بيرد عليا خالص، كلهم بيبصوا لي بصات غريبة كده. يعني مثلا المحل اللي بعد مني على طول راجل كبير في السن كده 65 70 سنة كده، بقول له لو سمحت يا حاج هو المطاعم اللي هنا فين، ولا الناس بتوع الأكل فين اللي هنا؟ قام باصص لي كده وقال لي ما اعرفش. قلت له ما اعرفش. فبقول له يعني حضرتك بتاكل منين طيب وكده؟ حسيت بقى ان انا بقيت متطفل، لقيته بيبص لي كده. قال لي ما قلت لك ما اعرفش يا سيدي، ان انا عملت فيه حاجه اصلا. قعدت الف على رجلي كده لحد ما لقيت مطعم بيعمل فول وطعميه وبطاطس وحاجات كده، رحت جايب لي وجبه حلوه كده وراجع على المحل عشان اكلها. دخلت المحل وقعدت عشان اكل، حسيت كده ان في صوت كده زي ماس كهربي، حاجه بتعمل صوت الماس الكهربي ده. قعدت ابص حواليا، المكان اصلا كله عباره عن لمط في السقف، يعني كلها منوره وتمام التمام، مفيش اي مشاكل خالص. ببص على الحمام، حمام بقى ما كانش حمام، يعني هو كان حاجه كده حد عامل لها برافان كده وعامل حمام صغير جوه كده يعني حمام يمشي الحال يعني. دخلت لقيت اللمبه بتاعت الحمام دي اللي اتحرقت، اللمبه اللي راكبه فوق الحمام. جيت بحاول افكها، راحت مفرقعه في وشي. طبعا هي لما فرقعت نزلت الازاز بتاعها على الارض وجا على هدومي، كان حاجه صعبه جدا يعني. المهم رحت جايب الجاروف والمقشه ولامم الحاجه،
ورميتها في الزبالة، ورحت رايح جايب لمبة جديدة ومركبها. طبعا الدواية كانت منتهية، للأسف المكان كان متبهدل جدا كهربائيا وسباكة كمان كل حاجة، لكن أنا يعني مش محتاج الكلام ده كله، أنا أهم حاجة عندي الإضاءة واستندات العرض والكلام ده. ركبت اللمبة الجديدة، كله تمام، اشتغلت تمام التمام، ومشي اليوم عادي على كده، مفيش أي حاجة. تاني يوم وأنا جاي لقيت واحد من الناس اللي هم شغالين حوالينا، واحد كده من الناس اللي هي إيه بتجيبها عشان تنضف لك المحل، تمسح قدامه وما اعرفش إيه، فلقيته بيسلم عليا وبيضحك كده وبتاع، وإزاي حضرتك وعامل إيه، ومبروك عليك المحل، بس خد بالك شغل في القرآن دايما وما تقعدش لوحدك. أنا بقى إيه عند اللحظة دي بدأت أحس إن في حاجة مش مظبوطة. يعني في إيه؟ الناس ما بتكلمنيش خالص في المنطقة، محدش بيتكلم، يعني كأن أنا مثلا مأجر المحل ده وعملت حاجة فيهم، فما بقتش فاهم يعني إيه الوضع ده. فالمهم سألته قلت له هو يعني أنت ليه بتقول لي أشغل قرآن؟ ما أنا بشغل قرآن فعلا، بس أنت ليه بتقول لي أشغل قرآن وما أقعدش لوحدي؟ راح باصص لي كده قال لي يا باشا يعني مش مهم، ما تاخدش على كلامي، بس يعني شغل قرآن دايما يعني. حاجة تقلق بصراحة. بدأت أشتغل وخلصت رص كل حاجة والمحل بقى تمام التمام، وهنبدأ بقى إيه على الافتتاح، نبدأ بقى نفتحه ونشغله. فمبقتش عارف بقى هاعمل إيه، يعني هاجيب حد يعمل لي إعلانات والّا هاعمل افتتاح والّا هاعمل إيه؟ المهم جات في بالي فكرة كده إن أنا إيه، أشتغل على طول. وفعلًا رُحت إيه، كان معايا يافطة كده كنت عاملها في المحل اللي قبل ده، يافطة قماش كده، رُحت واخدها ولازقها على باب المحل الجديد، ورُحت فاتح الباب وقعدت أستنى الزباين. المحل بقى كان فيه قطة كده صغيرة جميلة أوي، قطة كده مثلًا عندها 7 شهور، 8 شهور، بس لذيذة أوي. كل شوية تيجي بقى أأكلها، أشربها، وحتى لدرجة إن أنا جبت لها طبق مَيّة وأكل وحطيتها لها جوه المحل كده، عشان هي لمّا تحب تاكل تيجي إيه تاكل، وبقت تقريبًا مقيمة في الإيه، في المحل ده. كان كل ما ييجي زبون القطة دي تقعد تمشي وراه كده بطريقة غريبة، كأنها بتراقبه. أنا حسيت بكده، أنا ربيت قطط طول عمري ما شُفتش قطة تمشي ورا حد غريب كده، يعني هي القطط عامةً بتبقى بتتجنب البشر خالص. كل شوية أبُص في عينيها القطة دي أحس إنها بتتكلم كده، يعني أحس إنها عايزة تقول لي حاجة، فأقعد بقى أهزر معاها وألعب معاها، بس يعني المهم في مرة القطة دي لقيتها واقفة على باب الحمام وباصة كده على اللمبة اللي أنا غيّرتها، هي مش باين باصة على إيه، يعني أنا قاعد برّه كده في الصالة بتاعة المحل وهي القطة واقفة وباصة على اللمبة اللي في الحمام. استغربت جدًا. قعدت أبسبس لها كده وهي مركزة النظر، وبعدين فجأة لقيت ظل كده بيعدي وكأن اللمبة كده اتطفت ونورت تاني. الكلام ده كان ساعتها الساعة 6 بالليل 7. أنا طبعا حسيت بخوف بطريقة غير عادية، رحت قايم بسرعة عشان أشوف في إيه، ولكن ما لقيتش حاجة. لما جيت وقفت جنب القطة عشان أشوف في إيه، لقيت القطة بتبص لي بصات غريبة كده. استغربت حتى، يعني أنا من جوايا قلقت جدا وقعدت أقرأ قرآن، يعني حسيت في حاجة مش مظبوطة. المهم في اليوم ده قررت إن أنا أطلع القطة بره المحل، رحت مطلعها وقافل الباب، قفلت الباب تمام التمام ترباس، والقطة هي ليها بره بتنام بره أصلا، هي بتنامش في المحل، يعني حتى أنا عمري ما نيمتها في المحل غير مرة أو مرتين. المهم روحت وجيت تاني يوم بفتح الباب، طبعا أنت هتتوقع أقول لك لقيت القطة، لا ما لقيتش القطة، ما لقيتش القطة، لكن لقيت اللمبة مش موجودة. اتخضيت. ليه بقى؟ لأن ولا اللمبة ولا الدواية حتى موجودة، السلك نازل من السقف كده، سلك الكهرباء، كأن حد شد الدواية يعني. فأنا توقعت مثلا حد حرامي يكون دخل، طب حرامي يدخل يسرق الدواية، طب ما يدخل يسرق أي حاجة تانية، مش يسرق الدواية يعني واللمبة، كان يسرق أي حاجة تانية يعني. فاستغربت جدا، وبقيت قاعد بقى شاكك في كل الناس اللي حواليا اللي بره اللي عمالين يبصوا لي بصات غريبة. المهم شوية كده وأنا قاعد لقيت القطة إيه راحت جاية وراحت داخلة إيه المحل وقعدت تناونة وكده، وراحت دخلت تشرب، وبعدين راحت على الحمام وراحت واقفة في نفس المكان وفضلت تبص تاني. أنا بقى إيه اللحظة دي حسيت في حاجة مش مظبوطة، فقلت إيه أنا أحاول أراقبها بأي طريقة. رحت جايب الكرسي اللي أنا قاعد عليه وقاعد جنب الحمام، والقطة واقفة بتبص كده وعمالة تبص على السلك اللي هو مفهوش دواية اللي اتفك منه اللمبة، ومتنحة كده بشكل غريب، أبسبس لها ما تردش عليا، مبقتش فاهم. فرحت إيه
قلت لها هش هش كده عشان تطلع بره المحل يعني. لقيتها بتزوم عليا حتة زومة. المهم إن أنا بعديها خفت من القطة دي، ومبقتش أهزر معاها لأنها كانت هتخربشني، يعني حاسس إنها زمجرت كده في وشي بطريقة مرعبة. المهم رحت حاطط لها أكل وبدأت بقى أشوف شغلي. كل شوية بقى يجي زباين ومعرفش إيه وتيجي واحدة وبنتها وتيجي بنات صغيرين وبتاع. المحل كان فيه بقى إكسسوارات حريمي وبتاع وكده، فطول النهار بقى زباين ستات يعني وكده. المهم ست كبيرة كده في السن جت ومعاها طفلة صغيرة، وهما بيشتروا لقيتها بتقول لي والنبي يا ابني أنا عايزة أدخلها الحمام بس. فطبعا الحمام عندي مأساة، بس هنعمل إيه؟ قلت لها هو في حمام جوه بس يعني مش عارف هينفع حضرتك ولا لأ. فالمهم إيه، راحت داخلة الست والبنت عملت الحمام وراحت طالعة. الست لما خرجت من الحمام لقيتها بتقول لي بص يا ابني ما تخليش القطة تقعد في الحمام عشان هي يعني في حاجة مش مظبوطة في الحمام عندك، فشغل قرآن كده ونظف حمامك وطلع القطة دي من جوه. هي بتكلمني وبضرب عيني على الأكل بتاع القطة، لقيتها واقفة بتاكل. فشاورت لها قلت لها يا حاجة القطة دي؟ قالت لي لأ، في قطة سودا جوه الحمام. أنا طبعا بعد الكلمة بتاعتها دي رحت طاير على الحمام عشان أشوف فين القطة السودا دي، ما لقيتش حاجة. قلت أكيد الست دي بيتهيأ لها، فقلت لها يا حاجة ما فيش قطط ولا حاجة، الحمام فاضي. لقيتها بتبص لي كده وبتقول لي لا ده كان في قطة جوه يمكن طلعت ولا حاجة، أنا شايفاها بعيني دول. طبعا ما رضيتش إن أنا أقاوح معاها وكبرت دماغي، قلت دي أكيد ست كبيرة فممكن مش واخدة بالها ولا حاجة وبيتهيأ لها. المهم كبرت دماغي واليوم خلص على كده ورحت مروح. تاني يوم رحت جايب بقى ايه معطر للجو كده، لان ريحه المكان كل شويه كانت بتعمل ريحه الشياط اللي قلت لكم عليها دي. رحت جايب معطر الجو وكل شويه اخش ايه ارش المكان وارش الحمام بالذات. وانا قاعد بقى برش الحمام لقيت بقى السرداب ده اللي هو اللي بنحط فيه البضاعه ده، حاسس ان في حاجه بتتحرك جوه. والحاجه اللي بتتحرك دي مش حيوان مثلا، لا ده رجل بني ادم. انا استغربت قلت يعني اكيد حرامي، مفيش اي باب جوه، ان هيدخل جوه ملوش مطلع الا من الفتحه الصغيره دي اللي هي ايه عشان تدخل لازم توطي وتعمل كده عشان تعرف تدخل فيها. رحت مقرب كده على الحته ومقرب نازل على ركبي كده وببص ما لقيتش اي حاجه، بس انا متاكد ان شفت رجلين معديه. استغربت جدا. رحت رايح قاعد على باب المحل كده وقعدت اقرا قران، وكل ده وانا ناسي اجيب بقى ايه راديو مثلا او كاسيت عشان اشغل قران. اليوم ده عدى على خير ومفيش حاجه حصلت. بس وانا خارج من المحل لقيت الولد اللي هو بينظف المحلات بيقول لي على فكره يا باشا المحل كان مفتوح بالليل. انا استغربت قلت له لا انا قافل بالقفل تمام. قال لي لا كان في اصوات ناس جوه المحل بالليل، يعني في ستات كده وبتاع، وحضرتك كنت فاتح بالليل ولا ايه؟ قلت له لا انا قفلت الساعه 9 ومشيت. قال لي لا انا بقول لحضرتك الساعه 10 بالليل كان في اصوات ناس جوه المحل زباين او كده. قلت الواد ده مجنون ولا عايز يجنني بقى ولا بيزهقني في عيشتي ولا ايه؟ فقلت له طيب انا هشوف الحكايه دي، بس انا قفلت الساعه 9 امبارح. فراح باصص لي كده وقال لي يا باشا قلت لك شغل قران. رحت مروح في اليوم ده وانا على اعصابي. المهم تاني يوم بقى جبت معايا بقى راديو كده وفي اذاعه القران الكريم ورحت مشغله بقى ومعليه على الاخر اول ما رحت على طول الصبح يعني. والدنيا مشيت تمام التمام يومين 3 4. وفي مرة كده في يوم من الأيام وأنا بقى خلاص كل يوم بشغل القرآن والدنيا تمام التمام وبصلي في المحل بقى وتمام التمام خلاص نسيت تقريبا كل الأحداث. لقيت القطة واقفة في نفس المكان وبتبص على الحمام. الغريبة بقى إنها كان تقريبا حد بيكلمها أو بيشاور لها، وهي إيه بتعمل بصوت كده إيه كأنها إيه يعني بتنونة وبترد عليه يعني. أنا مش سامع مين بيكلمها، بس هي يعني بتعمل صوتها كده كأن حد بيهزر معاها وهي بترد عليه الهزار. أنا بصراحة اتخشبت في مكاني لأني لقيت ظل واقف في الحمام وباين جدا الانعكاس بتاعه في ظهر القطة. ظل كده إيه كأن واحدة ست لابسة مثلا إسدال أو خمار. أنا بصراحة خفت أروح أشوف في إيه، ورحت طالع واقف برا المحل وقعدت أقرأ قرآن وبقيت مرعوب، مع إن الجو كان تقريبا الساعة 4 ولا 5 يعني مش الدنيا مش ليل يعني على وقت المغرب كده. المهم شوية كده وببص على القطة لقيتها اختفت. أنا طبعا بعديها حصلت لي حالة رعب غير عادية، ورحت قافل المحل وقلت مش هكمل أنا أروح لأن أعصابي تعبانة.
ورحت سايب الراديو وشغل إذاعة القرآن الكريم معليها على الآخر، وسبت أنوار المحل منورة، ورحت قافل الباب، قفلت بالقفل كويس. وبعدين وأنا ماشي جاي ببعد عن المحل كده، سمعت صوت حد بيتكلم جوه. يعني هو مش باين هو طفل ولا ست ولا بنت ولا ايه، بس هو صوت بناتي يعني كده بيكلم حد كده. وشوية وسمعت القطة بتعمل صوت. أنا استغربت جدا، يعني قلت إيه ده؟ قلت في بالي كده أرجع أفتح المحل تاني ولا أمشي؟ المهم إن أنا سمعت صوت القرآن شغال، على شكل أعصابي تعبانة، توكل على الله وأجي بكرة. المهم روحت. كان ليا صديق بقى بيشتغل يعني إمام في جامع، دي شغلته يعني، كان صديقي يعني. قلت له تعالى بقى شوف المحل الجديد بقى عشان تدينا البركة بتاعتك بقى وإيه وأفرجك عليه يعني وكده. واتفقت معاه إن هو يجي يتغدى معايا. وبعد ما خلصت شغلي على الساعة 3 أو 4 كده لقيته بيتصل بيا وبيقول لي خلاص أنا جاي لك أهو دلوقتي. المهم أول ما جه بقى رحنا جايبين بقى إيه فراخ مشوية كده وقعدنا ناكل وبتاع. بس هو بقى قاعد بياكل معايا لقيته عمال يبص حواليه كده بطريقة إيه تفحصية كده، قاعد يتفحص المكان. بقول له إيه يا عم الشيخ إيه الحكاية؟ في حاجة غريبة في المكان ده ولا إيه؟ قال لي لا. قال لي لا المكان ده في حاجات مش مظبوطة. هو طبعا قال الكلمة دي أنا ما كنتش متوقع إن هو يرميها لي كده على طول، قلت هيديها لي بالتمهيد. قلت له في إيه؟ قال لي لا المكان ده في حاجة مش مظبوطة، الحاجات دي إحنا بنحس بيها كويس قوي، في حاجة مش مظبوطة، والقطة دي أنا شاكك فيها. بقول له القطة البرتقاني دي؟ قال لي لا في قطة جوه، قطة سودة. قلت له لا أنا ما شفتهاش خالص. قال لي في قطة سودة أنا شايفها وأنا قاعد دلوقتي. استغربت جدا، يعني ده تاني واحد يقول لي إن في قطة سودة في الحمام. المهم اتفق معايا إن إحنا هنعمل للمكان رقية شرعية، وإذا ما مشيتش هسيب المكان. طبعا أنا بقى في بالي بقى لسه هنقل وأروح محل تاني، ده أنا ما صدقت لقيته. بس طبعا الحاجات دي كانت مخلياني مرعوب، يعني خايف حد يتأذي كمان، يعني مش المشكلة فيا أنا، المشكلة حد يتأذي من الزباين اللي بتيجي ويخشوا الحمام وبيطلعوا. روحت في اليوم ده واتفقنا أنا وهو إيه بقى تاني يوم هيجي هيعمل الرقية الشرعية دي من أول النهار. أول ما وصل الصبح كان جايب بقى معاه شوية حاجات كده بقى إيه، جايب معاه بقى مصحف بقى وجايب معاه شوية معطرات كده وبخور وحاجات كده. بدأ يعمل الطقوس بتاعة الرقية الشرعية. شوية كده وحسيت إن في حاجة بتتحرك في الأوضة اللي هي الإيه السرداب دي. فأنا طبعا رحت رايح ناحيتها، كنت بقى مش قلقان بقى، مطمن إن الشيخ معايا ومفيش حاجة هتحصل لي. جيت بقرب على الأوضة دي شفت القطة السوداء واقفة جوه. المهم لما شفتها راحت باخة في وشي كده بطريقة مرعبة، وبعدين فجأة اختفت. أنا بقى رجعت بظهري كده ولسه هكلم الشيخ عشان أقول له القطة، لقيته مش موجود. أنا طبعا فضلت واقف مذهول مش مصدق اللي بيحصل ده. شوية كده ولقيت الشيخ داخل من باب المحل وبيسلم عليا وكأنه ما جاش خالص. طب ازاي الكلام ده؟ قلت له انت لسه جاي؟ قال لي انا لسه جاي. رحت حكي له بقى على اللي حصل ده. راح قايل لي في اماكن بتبقى فيها القوة دي بزيادة شوية، وبيبقى صعب فيها موضوع الرقية الشرعية ده، لان بيبقى الكائنات دي مسيطرة على المكان، فانا انصحك ان انت تشوف مكان تاني وتمشي. طبعا انا بصدقه لانه صديقي من زمان ومش هيضحك عليا يعني. ففعلا رحت مكلم صاحب المكان وقلت له ان انا مش هكمل. حصلت بقى خناقه بينا ومرضيش يرجع الفلوس. المهم ان انا ايه رحت جايب عربيه نقل، وفي يوم واحد لميت البضاعه بتاعتي ومشيت على طول. طبعا القصه دي مش بتاعتي، ده حد حكاها لي، وكالعاده انا بطلت اخد قصص مش واقعيه او مش منطقيه، لكن انا شايف القصه دي منطقيه جدا واللي بيحصل فيها ده طبيعي جدا. فلو انت شايفها منطقيه ووصلت لهذه النقطه اكتب وصلت لهذه النقطه، وهل القصه واقعيه ولا مش واقعيه. تصبحوا على خير.